عسلامة شنحوالكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا ربي. اليوم عملت تارت بالشفغات والسبناخ، غسات ياسر بنينة وسهلة وما تاخوش برشا وقت. وهذا يا الشكل متاعها بعد ما قصيتها. وكانكم اول مرة تشوفوا قناتي نقولكم مرحبا بكم وما تنسوش تعملوا اشتراك باش ديما يجيكم جديد. نبداو بسم الله. اول حاجه عملتها خذيت الشوفغيت وطيبتهم سوتي، اكيد بعد ما نظفتهم ونحيت القشره متاعهم ونحيت التوب ديجستيف الموجود في ظهره، وقليتهم في المقله على شويه زيت وشويه ورشه فلفل اكحل وملح، وخليتهم يتقلاو حتى لين يولي اللون متاعهم دوغي. لي شوفغيت متاعي كيما تشوفوا طابو او كيف انهم اللون متاعهم ولا دوغي. توا نحطهم في صحفة نخليهم على الشيرة، وفي نفس المقلاة من غير ما نغسلها خذيت محكار 200 جرام سبناخ، ذبلته اكيد بعد ما غسلته قصيته، حطيت معه نص كعبة بصل مفرومة بالكدا، سنتين ثوم، وفوحت بنص مغرفة صغيرة فلفل اكحل. بالنسبة للملح نردو بالنا خاطر السبناخ هو يسيب الملح متاعو، لذا ما حطيتش الملح. والمقلة اني ما غسلتهاش، حبيت السبناخ يزيد يتشرب القوة والبنة متاع الشفغات اللي سيبتها. كما تشوفوا لهنايا السبناخ متاعي طاب تذبل هو والبصل والثوم. توا نمشيو نحضروا التارت والحشو متاعها. توا نبدا نحضر خليط التارت. هذه العجينه متاعي حاضره، ما صورتهاش خاطرني صورتها في فيديوهات سابقين، اما ميساش نذكركم في المقادير متاعها. 150 غرام فرينه، 75 غرام زبده، 45 مليلتر ماء. في المول اللي حاجتي بيه اللي باش نستعمله، وبعد ما فرشتها نقبتها بالفرشيطه باش يخرج منها الهواء. نمشيو مع بعضنا نحضروا الفرش نتاع الطارت. خذيت 3 بيضات صغار معاهم حكة كريم فريش، اني ملقيتش الكريم ليكيد دونك عوضتها بالكريم فريش الحكوك. وبعدها زدت السبناخ وكملت خلط. اللي هنايا حسيت انه الحشو خاثر فزدت عليه عظمة اخرى، ويكون هكايا الخليط متاعي يكون حاضر. تنجم تزيدوا فروماج رابي والا فروماج مثلثات، ما كانش متوفر عندي دونك هكا علاش ما حطيتش. بعد ما كملت كل شيء خذيت التارت وفرشت عليها الريغوتا بالطريقه اللي تشوفوا فيها، حتى الريغوتا زاد تعطي بنه. تنجموا تعوضوها بالفرماج غابي والا فرماج موتزاريلا باللي تحبوا. وبعدها صبيت الخليط اللي حضرته كل هكايا وفرشته واستويته هكايا على كامل التارت. وتوا ما بقى الا اني نحط كعبة الشوفغات وحطيتهم بالطريقة اللي تراو فيها. كي كملت كل شيء خذيت جوز الطيب ورشيت عليها على كامل التارت، ودخلتها للفور على 170 درجة لمدة 30 وإلا 40 دقيقة. كل واحد الفور متاعو وكل واحد والسخانة متاع الفور باش مستانس بيه. والنار خليتها تشعل ملوطة. المهم كيف تراو التارت ولات حمراء والعجينة والبات تولي دوغي، تعرفوا اللي هي طابت. وهذه التارت متاعنا حضرت كما تراو لونها محلاه دوغي. وهذا كيفاش طلعت بعد ما قصيتها، البات طرية والحشو محلاه وبنين ياسر ياسر بالحق بنينة. نودكم ولا نشهيكم. نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. وتوا معليا كان نقول لكم بسلامة وفي وداعة ربي.